ما تتفرجش على الفيديو ده الا لو عايز تعرف عن اغرب قرار شركه كبيره خدته. قررت تسحب اهم برودكت عندها في السوق. انا عمر سامي بقدم محتوى عن الماركتينج، ودي الحكايه والروايه. اما قصه عبره صحيح. يا سلام. في بريطانيا سنة 2000 شركة هاينز قررت تسحب أهم برودكت عندها في السوق، وهو السلطة كريم صوص اللي ناس كتير كانت بتحبه ومبيعاته عالية جدا في السوق. وبعدين مبيعاته اتأثرت وقلت أول ما المايونيز نزل الماركت. نشرت هاينز عن طريق الإعلام والصحافة كلها إنها هتسحب السلطة كريم صوص بتاعها من الماركت، ورد فعل الناس كان زي ما هم توقعوا بالظبط. الناس اتجننت ونزلوا وقفوا طوابير قدام الماركتس كلها عشان يشتروا السلطة كريم صوص بتاعها. وهنا هاينز استغلت الفرصة، نزلت البرودكت تاني بس بشكل مختلف، عملت له ريبراندنج وخلت شيفات مشهورة تستخدمه في الريسيبيز الجديده بتاعتهم. واتكلموا ان الصوص ده من مميزاته انه اقل في الدهون كتير جدا عن المايونيز. فجاه البرودكت اللي مبيعاته كانت في الارض بقى برودكت هيلثي ومودرن، والناس كلها بتستخدمه في الاكل بتاعها. اللي عملته هاينز ده نوع من انواع الريفرس سايكولوجي ماركتنج، واللي بيتسمى بالفيك ويزدرول، وهي انك تحاول كماركتير انك تلعب على مشاعر الناس بذكاء وتحسسهم ان الحاجه هتضيع منهم فيجروا عليها، ولما يجروا عليها تبقى جاهز برد فعل تخليهم يتمسكوا بيها. النوع ده من الماركتنج براندز كتير بتستخدمه في حملاتها وليه تاثير قوي وفعال. فلو عايز تعرف عنه اكتر عملت لك PDF بيتكلم عن انواعه. اكتب ريفرس في الكومنتس وانا هبعته لك حالا، لان ده اللي ممكن يخليك